مثقال ذرة شرا يره. لي صديق زار دمشق، من لبنان هو، ورجل منعم راكب مركبته، يعني مست مركبته مركبة عامة وفي أضرار صار. يعني بعض أصحاب المركبات العامة قد يغضبون غضب شديد إذا يعني أصيبت مركبته، ورجل مليء يدفع له ما يريد. لكن صاحب هذه المركبة العامة نظر إليه ونظر إلى اللوحة، هي في أثناء أحداث لبنان، قال له مسامح بكل لطف بكل نعومة، يعني يدفع بضعة آلاف من الليرات لإصلاح سيارته. أما شيء عجيب، بلا تعقيدات، بلا تشنج، بلا غضب، بلا رفع صوت، قال له مسامح. فهذا الصديق اللي معي اللبناني هطلت من عينه دمعة على خده. فسرها شوف، رجل مليء ماديا، يعني 2003 والعشرة ما بيأثروا عليه أبدا. لماذا بكى؟ سألته أنا لماذا تأثرت؟ قال لأنه قبل سنتين في إنسان راكب سيارة سورية ببيروت معه نساء محجبات وعمل له حادث. قال أنا مدام الإنسان هيك طاهر هو وأهله ما حبيت عكر له صفوه بالنزهة. قال له مسامح. لماذا بكى؟ ما ضاعت مع الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، لو أنقذت نملة أثناء الوضوء هذا العمل عند الله لا يضيع. لو أطعمت هرة هذا العمل لا يضيع. امرأة بغي رأت كلبا يكاد يموت من العطش، نزلت البئر وملأت خفها ماء وارتقت وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها.